لاعب مغربي موهوب عبد الحميد معالي لاعب الزمالك الجديد، تاني صفقات محترفين الزمالك وأولى صفقاته تحت السن للموسم الجديد. مين هو اللاعب وقد ما على مدار مسيرته وأرقامه وإحصائياته مميزاته وعيوبه وكلام كتير جدا. فواحد الله صلى على النبي واعمل لايك ويلا بينا نبدأ الحلقة. عبد الحميد معالي مواليد 2006، يعني عنده 19 سنة في الوقت الحالي. طوله متر 77 سم وبيلعب وينج رايت وينج ليفت وكمان بلاي ميكر، وقيمته التسويقية 350 ألف يورو. عبد الحميد بدأ في اتحاد طنجة، بدأ من الأكاديميات ثم تصعد للقطاع، لعب لأكتر من فئة سنية لحد ما وصل للفريق الأول في موسم 23-24. وقتها رغم إن أول موسم ليه مع الفريق الأول، ولكن شارك في 15 مباراة بما يعادل تقريبا 5 مباريات فعلية، وقدر يصنع هدف. ولكن الموسم اللي بعده شارك في 30 مباراة، 19 في الدوري ومباراة في الكاس، وقدر يصنع هدفين. معدل الدقائق تقريبا كان 18 مباراة فعلية، معدل مش كبير ولكن بالنسبة لسن اللاعب هايل. عدد المساهمات بتاعته مش كبيرة برضه، ولكن لاعب صغير في السن، يعني لسه قدامه كتير يقدمه. وفكرة انه يشارك في 45 مباراة على مستوى الفريق الاول وهو عنده 19 سنة دي مش موجودة في الدوري المصري. كمان هو لاعب دوري، شارك مع المنتخب المغربي تحت 17 و18 و20 و23 سنة. مع المنتخب تحت 17 سنة تألق جدا وكان عنصر أساسي مع الفريق، وفي كأس العالم للناشئين مع الفريق ده قدر يشارك وقدم مستوى هايل، شارك في 5 مباريات وقدر يصنع 3 أهداف. وفي بطولة كبيرة زي دي بتضم أفضل منتخبات العالم إنه يساهم بالشكل ده، فدي حاجة جيدة جدا. لو اتكلمنا عن مميزاته فهو لاعب سريع بشكل هايل، لاعب على الأطراف بشكل خطورة كبيرة، يمتلك مهارات فردية وقدرة عالية على المراوغة، دريبل ممتاز جدا، قادر يفيد الزمالك في أكتر من مكان سواء وينج رايت وينج ليفت أو حتى بلاي ميكر. لاعب يمتلك دقة باص هايلة جدا، عنده رؤية ممتازة، لاعب دايما التارجت بتاعه إنه يكمل على الجول، رغم إن مساهماته مش سوبر ولكن هو بيستلم ويخش لعمق الملعب بشكل هايل. ولكن بما انه لاعب صغير في السن فمحتاج يتطور في بعض النقاط. يعني معدل التهديفي طبعا ضعيف، 3 اهداف فقط في الموسم مع فريق طنجة، رقم مش كبير. بالاضافه انه لسه لاعب عنده قله خبره بشكل كبير، يعني محتاج يشتغل على نفسه. وفكره انه يلعب للزمالك اكيد هيستفاد بشكل كبير جدا على مستوى المنافسه في الدوري المصري اللي هي اقوى من الدوري المغربي، وحتى على مستوى الاضافه وعدد الدقائق اللي هياخدها مع الفريق. اما بقى عن التوقعات وطموحات اللاعب، هو اسلوب لعب هجومي مناسب لتدعيم جناح الزمالك. لاعب دولي مغربي يمثل فريق تحت 23 سنه، ودي حاجه جيده. فرصة إنه يلعب في كأس الكونفدرالية مع الزمالك، ودي حاجة هتضيف له كتير لمسيرته، وفي حالة إنه تألق أكيد قيمته التسويقية هتعلى. هو حاليا 350 ألف يورو، يعني لو قدم مساهمات جيدة مع الزمالك قيمته ترتفع لمليون مليون ونص يورو، ودي حاجة جيدة جدا. الخلاصة عبد الحميد معالي جناح شاب، موهبة مغربية جاهزة للانطلاق، هيحتاج وقت وتكوين لكن الإمكانيات موجودة، سرعة، مهارة، مرونة تكتيكية. التحدي الحقيقي قدامه التأقلم مع المستوى الجديد ومواصلة النمو في الدوري المصري والعربي. واللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة ويقدر يضيف لسكواد الزمالك لو تم الاهتمام بموهبته وتوظف بالشكل الصحيح. ولحد هنا يا صديقي أنا خلصت كلامي، عاوزك تقول لي في الكومنتات تحت، هيقدر يقدم إضافة للزمالك والموسم الأول يقدر ينطلق ويقدم مستوى كبير، ولا يحتاج وقت علشان يطلع كل حاجة عنده؟ وهل بتشوف إنها صفقة مفيدة ولا لأ؟ استنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا. واخيرا اتمنى توحد الله وصلي على النبي واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. نتقابل بخير. سلام.